السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. ميسي يحقق حلمه بعد انتظار دام لمدة 36 عام كاملة. الأرجنتين تحقق لقب كأس العالم بقيادة ليونيل ميسي. ميسي يحصد جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في كأس العالم، ويحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية. كيليان امبابي يحقق إنجاز تاريخي بتسجيل هاتريك في المباراة النهائية لكأس العالم كثاني لاعب في تاريخ البطولة، ويحصد جائزة الحذاء الذهبي كهداف للبطولة بعد تسجيله 8 أهداف. لاعبي الأهلي تتعهد لكولر والجهاز الفني بالظهور بشكل مختلف يليق باسم النادي الأهلي بداية من مباراة فاركو القادمة. كولر يغلق صفحة مباراة فيوتشر تماما مع اللاعبين من أداء ونتيجة، ويفتح صفحة جديدة على أمل العودة للانتصارات مرة أخرى. محمد عبد المنعم يغيب عن مباراة فاركو في الدوري بسبب تراكم البطاقات، وعودة ياسر إبراهيم لتشكيل الأهلي الأساسي لتعويض غيابه. طاهر محمد طاهر يبدأ في العودة للتدريبات بشكل منفرد تمهيدا للانتظام في التدريبات الجماعية مع الفريق بداية من الأسبوع القادم. جلسة منتظرة بين الكابتن محمود الخطيب ومارسيل كولر لمناقشة وحسم ملف الصفقات الجديدة في يناير. مصطفى سعد يعود للتدريبات مع الأهلي مرة أخرى بعد تعافيه من الإصابة، على أمل منحه الفرصة في الظهور بقميص الأحمر خلال الفترة القادمة. إشادة من مارسيل كولر بحسين الشحات بعد الظهور بشكل جيد أمام فيوتشر وتسجيله لهدف رغم التعادل. النادي الأهلي يقرر توسيع قاعدة الصفقات الشتوية لتدعيم صفوف الفريق بثلاث لاعبين أجانب على الأقل، خصوصا بعد تأكيد مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية. النادي الأهلي يفاضل بين ثلاث شركات لاختيار بدلة الفريق الرسمية في مونديال الأندية في المغرب. الباطن السعودي يكثف مفاوضاته مع الأهلي مجددا للتعاقد مع أفشة في يناير القادم على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر. اتحاد الكرة يقرر تغريم الزمالك 20,000 جنيه بسبب سباب الجماهير لحارس مرمى البنك الأهلي محمد أبو جبل خلال المباراة الأخيرة. مرتضى منصور يطلب من أحمد دياب رئيس رابطة الأندية إلغاء جائزة لاعب الجولة بتصويت الجماهير، بعد تصويت جماهير الأهلي لأحمد الشيخ لاعب غزل المحلة ضد يوسف أسامة نبيه لاعب الزمالك، ومنح حق التصويت للنقاد الرياضيين فقط. رابطة الأندية تقرر إيقاف علي ماهر مباراتين بعد الطرد في مباراة الأهلي الأخيرة، وإيقاف عمر كمال عبد الواحد مباراتين بسبب الطرد المباشر. الاتحاد الإفريقي كاف يقرر إضافة تقنية خط المرمى وخط التسلل في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية في محاولة لتطوير المسابقات القارية. الهلال السوداني يوافق على استضافة مباريات المريخ السوداني على ملعبه خلال مباريات المجموعات من دوري أبطال أفريقيا. حقيق أمير قطر يسلم كرة استضافة كأس العالم 2026 لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بحضور رئيس الفيفا. ليونيل ميسي بعد التتويج بكأس العالم: لن أعتزل اللعب الدولي، أريد أن أواصل اللعب بقميص الأرجنتين وأنا بطل العالم. انتهت أخبارنا. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا الجديدة. ادعم الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.